ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. تعالوا النهاردة نعمل اكتر من 8 لتر من الصابون السائل، والفيديو قدامكم ما بيكذبش. الفيديو قدامكم حاجة كده صوت وصورة وعملي كمان. كل خطوة عملناها بالدليل والبرهان. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. معانا العبوة الاقتصادية، العبوة ديت ب50 جنيه. طبعا انا مصورها لكم من قدام ومن ورا يعني، ومن الخلفية، وكمان مكتوب عليها طريقة الاستعمال. يا دوب هنضيف عليها بس المية، والمية هتكون من الحنفية، مية عادية من الحنفية، ولا هي سخنة ولا اي حاجة. هنا بقى بوريكم وبقول لكم العبوة بتاعتي عبوة شركات، مش تقفيل بيوت ولا تقفيلات يعني داخلية، لا، مكتوب عليها اسم الشركة. بس انا بقى حبيت الفت نظركم لعبوة الشركات علشان بتكون النتيجة بتاعتها كويسة جدا وفعالة. لكن في عبوات تانية غير صادقة تماما. تعالوا بقى كده نفتح العبوة بتاعتنا ونشوف بداخلها ايه. فيها كيس بودر وفيها كيس سائل، الاتنين هندربهم على بعض في اي حاجة عندك بقى، وهتدينا ان شاء الله نتيجة محترمة. شايفين انا بفتح كده هوت العبوة السائلة عبارة عن سائل، والعبوة البودر ديت بنكهة بقى الليمون، وكمان فيها بشر من قطع البرتقال. يعني الصابون بتاعنا ان شاء الله جودته كويسة، والريحة بتاعته جميلة جدا ومنعشة تماما. ولحد الآن ولحد ما هنستعمله في خطوات الفيديو من غير اي اضافات، هنعززه بس في الاخر باضافة صغيرة جدا من مطبخك. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنا بقى بنفضي كده العبوات زي ما انتوا شايفين، انا معاكم كل خطوة بخطوة، ما دارتش حاجة ابدا في التصوير، علشان اكون صادقة وبكل امانة، لان الحاجات دي امانة. مش عشان عبوة ب50 جنيه هنغير يعني من نفوسنا، لا، لازم كل حاجة تبقى بصدق وامانة. في الاول بقى لازم ندرب كده المسحوق البودر مع المسحوق السايل، ونقلبه كده تقليبة محترمة. هو العبوة ديت أهم حاجة فيها التقليب، والتقليب يكون بضمير شوية. طبعا هنا الخليط بتاعنا اتجانس، هننزل بقى عليه كده بالمية بتاعتنا. انا نزلت اول حاجة بلتر مية، عشان الازازة اللي 2 لتر تقيلة على ايدي. كده نزلنا ب2 لتر من المية، مية عادية خالص من الحنفية. هنقلب بقى كده تقليب مستمر لحد كده الخليط برضو ما يتجانس معانا. كل خطوة تخطيها أو كل إضافة لتر من المية تقلبي كده تقليب بضمير. لحد الآن احنا نزلنا ب3 لتر بس من المية، برضو مع التقليب المستمر. هنا رابع إزازة يعني 4 لتر، برضو هنقلب كده وندي للتقليب حقه. زي ما قلتلكوا أهم حاجة في العبوة ديت التقليب المستمر، وهوريكوا ايدي في آخر الفيديو من كتر التقليب بقت عاملة ازاي. شايفين كده القوام بتاعه بدل يتقل معانا، وهي النتيجة أساسا مش بتبان إلا بعد ساعتين. دي 5 إزازة يعني كده 5 لتر من المية. هنقلب بقى كده برضو تقليبة محترمة. شايفين بقى المسحوق بتاعنا بدأ يتجانس مع بعضه، وادانا بقى كده الرغوة، وادانا كده القوام. شايفين القوام عامل ازاي؟ القوام تقيل جدا، يعني ال5 لتر دولت 5 لتر مركزين. هنا بقى يا بنات كان المسحوق بدأ ينزل من على الأرض، الإناء اللي هو فيه كان صغير، هضطر بقى انقله كده في إناء كبير. هنا بقول لكم شايفين القوام؟ شايفين بعد بقى التقليب كل ما تسيبيه شوية يتقل معاكي. وبوريك كمان الرغوة بتاعته وهو لسه يعني عاملينه فريش، ما قعدش عليه او عدى عليه نص
ساعة ولا ساعة الا ربع ولا حاجة، ده وقت بوقت، التصوير معاكم خطوة بخطوة. بقول لكم شايفين الرغوة وشايفين القوام؟ بصوا حروف حتى الإناء أو البلاستيكة اللي أنا عاملة فيها، شايفين الرغوة؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله. أنا كنت غطيت عليه بقى وسبته لتاني يوم، يعني كده كان قرب الفجر بشوية، غطيت عليه بقى وسبته لتاني يوم بعد بقى ايه المغرب كده، او بعد العشاء كمان. شايفين القوام؟ كل ما تسيبيه كل ما القوام بتاعه يتقل ويديكي كده سمك اتقل من الاول. هنا بقى هنضطر بقى كده ننقصه في حاجة، علشان طبعا كده بينزل من البلاستيكة، وكمان علشان نضيف له كمان بقية المية بتاعتنا. الجردل اللي معايا دوت 5 كيلو، كان فيه جبنة. طبعا بقى كده انا نقصت كده الصابون السائل، هزود بقى كده الازازة الستة، ضفتها كده في الجردل دي، سادة ازازة او سادة لتر. خليكم معايا خطوة بخطوة وتابعوا معايا الفيديو ان شاء الله هيعجبكم ويحوز رضاكم. هنا بقى كنت فضيت برضو بقية الصابون في الجردل التاني، والجردل التاني عبارة عن 3 لتر او 3 كيلو. هو بقى ما جاش 3 كيلو للاخر لان انا عايزاه مركز، انا اما اخد منه بعد كده ابقى ازوده براحتي. هنا بقى بقيت بعد بقى ما فضينا الصابون، وطبعا البلاستيكة او الاناء مطرحه طبعا صابون، يا دوب حطيت فيه شوية مية وجبت كده فوط المطبخ وغسلتها اهوت او رغرغتها كده، رغرغتها كده في الصابون. شايفين الرغوة بدون إضافة أي صابون؟ احنا لحد دلوقتي خطوة بخطوة ماشيين مع بعض بالراحة وبالهداوة. وكمان الفيديو هيبقى طويل شوية، أنا أول مرة أعمل فيديو بالمدة ديت، بس علشان أوريكم النتيجة. شايفين كده الجمال والحلاوة؟ نقدر نستخدم بقى الصابون بتاعنا في كل الأغراض، للدهون، للبوتاجاز، للمواعين زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، وكمان لفوط المطبخ، وكمان هنستخدمه في غسيل الملابس وازالة البقع منها. انا عايزه اقول لكم ليه استخدامات كتير، مفيش حاجه في البيت الا ولها فايده. وكمان بيملى معانا البيت وبيخلي فيه كده بركه، وتحسي ان عندك خير. ده لما الصابون بيتقطع من البيت بنلف حوالين نفسنا. انا هنا بغسل معاكم كده شويه اطباق عشان اوريكم النتيجه بدون اي اضافات. لحد الان الصابون بتاعنا ما حطنالوش اي اضافات، والله اقسم بالله العلي العظيم. هي كده العبوة بما يرضي الله، خدت كده ال7 لتر بتوعها بما يرضي الله، قدامكم خطوة بخطوة بكل امانة. هنا بقى شايفين الجمال والحلاوة والرغوة، حاجة كده اللهم بارك. وبما اننا اليومين دوت او الايام ديت بننضف بقى البيوت بتاعتنا عشان داخل علينا عيد الاضحى، كل سنة وانتم طيبين وينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب. اللي بيغسل سجاد واللي بيغسل بطاطين واللي بيغسل بقى مفارش، يعني هينفعنا في كل الاغراض. بجد جربيه وعلى ضمانتي، وانا مسؤولة عن النتيجة بتاعته. بس مش تروحي تجيبي عبوة فاسدة او عبوة مش هتديكي النتيجة اللي هي بتاعتنا في الفيديو، وترجعي تقولي الذنب عندي انا اللي ما قلتلكيش. لا، انا قلتلك كل التفاصيل بتاعت العبوة في الفيديو. انا هنا بقول لكم المعالق السيليكون ديت كان فيها كده من يوم ما كنت طبخة السبانخ، كان فيها خضار معلم فيها. اقسم بالله من التقليب في الصابون اللون الاخضر دوت راح خالص من المعالق اللي هي السيليكون. هنا بقى البلاستيكات بتاعتنا بتتكلم عن نفسها، دنا لمعة وحاجة كده اللهم بارك. كمان هنغسل بيه الحوض بتاعنا قدامكم وهتشوفوا النتيجة بنفسكم. كمان هينفعنا فيه مسح الحبال مع شوية كده من الديتول وشوية من المية عليهم شوية من الصابون بتاعنا، ونمسح بقى كده الحبال بتاعتنا او نغسلها بيهم، مع مسحة سور البلكونة وغسيل برضو الأرضية بتاعت البلكونة، يدينا كده انتعاش وريحة حلوة كده تدخل عليكي في الشقة. تبقى قاعدة كده في الريسبشن الريحة كده جاية من البلكونة، حاجة كده اللهم بارك. بنلمع بقى كده مقابض الحنفية والحوض الاستانلس
بس بالسلكة، والسلكة دي عادية مش سلك مواعين من اللي هو الألمونيوم، لأ دي سلكة عادية، يعني هي خشنة شوية بس بتخلي الستانلس بصراحة بيبرق. ومع رغوة الصابون بقى أو نتيجة الصابون بتاعتنا حاجة كده اللهم بارك، أقسم بالله النتيجة بتاعته مذهلة والنتيجة مرضية، وهتشوفي معايا لآخر الفيديو. لحد الآن ما ضفناش أي إضافات، احنا هنضيف في الآخر بس علشان لو استعملناه في الغسالة بتاعتنا، وكمان الغسالة الأوتوماتيك والغسالة العادية، يعني براحتك خالص استعمليه وعلى ضمانتي. هنا بقولك الصابون كل ما يتركن شوية يتقل معانا ويدينا، شوفوا القوام بتاعه. يعني هنا بعد ما خلصت المواعين بوريكم برضو القوام بتاعه، يعني خطوة بخطوة وماشيين مع بعض. والله العظيم بما يرضي الله الفيديو بتاعنا يعني صادق 100%، وانا عمري ما اعمل اي وصفة على قناتي الا لما اكون مجرباها. انا مجربة العبوة ديت قبل كده وعاملة منها مرتين وتلاتة، وعاملاها لاخواتي كمان، كلهم عجبتهم ويعني انبهروا بالنتيجة بتاعته. احنا هنا بقى بنملى الازازة دي، كانت فاضية عشان ندخل بيها كده الحمام، وهغسل برضو حوض الحمام والحنفية بتاعته قدامكم. شايفين كمان الرغوة حاجة كده اللهم بارك. ومش باخد كمان حاجة يعني حاجة كتير او مثلا حبة كتير كده، لا انا بضغط بس على العبوة. وطبعا شايفين الإشاني وحاجة كده اللهم بارك. كل حاجة عملتها معاكم بالصوت والصورة حاجة عملي علشان المصداقية بتاعت قناة شمس النهار، وكمان علشان ست البيت اللي بتتفرج على الفيديو أو ربة المنزل تشوف الفيديو وتشوف المحتوى بتاعه، وهتلاقيه بكل أمانة واضح وضوح الشمس زي ما انتوا شايفين كله عملي قدامكم. غسلنا بقى كده الحوض والحنفية خليناها كده قشطة كده، يعني فل شمعة منورة. وكمان الأرضية بتاعت الحمام، بس أنا صراحة ما جبتش عليها وأنا بغسل، لان بصراحة كنت صايمة في اليوم دوت وكان خلاص المغرب هيأذن، وكانت هدومي بقى غرقانة مية، كنت بنضف البلكونة يعني وكده. ودخلت بقى كده كملت على الحمام، قلت بالمرة اصور المقطع بتاع الحمام وانا قبل المغرب ما يأذن يعني، واجهز الفطار بتاعي. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة ديت وجمال الصابون بتاعنا؟ الفيديو بيتكلم عن نفسه. هنا بوريكم من كتر التقليب شفتوا ايدي عاملة ازاي. اهم حاجة في العبوة ديت التقليب المستمر، وتقلبي كده بضمير علشان تاخدي نتيجة، تاخدي نتيجة مرضية بإذن الله. ما تأخذنوش على صوتي علشان انا والله واخدة دور برد جامد، الله المستعان، والحمد لله على كل حال. شايفين كده الارضيات. هنا بقى هنضيف ايه بقى يا بنات؟ انا بستعمل دايما صابون فيبا لان جودته كويسة، بستعمله بالليمون. خدت منه هنا كوباية، وهاخد برضو على الجردل التاني كوباية. بقى عندي يا بنات اكتر من 8 لتر صابون مركز، وبسبب عبوة ب50 جنيه، يعني توفير التوفير. حاجة كده اللهم بارك. شايفين البيت اتملى خير واتملى بركة، ودايما عندنا وفي بيوتنا الخير والبركة، عندي وعندكم جميعا بإذن الله. وكل سنة وانتم طيبين، وينعاد علينا وعليكم أيام وأيام وأعياد وأعياد، واحنا في أتم صحة وأحسن الأحوال. شايفين قوام الصابون حاجة كده اللهم بارك. أشوفكم على خير، مع السلامة.